قدامنا ده يا جماعة خروب ناشف، بنجيبه من السوبر ماركت او من محل عطارة كبير. وازاي هنعمله كوباية خروب زي العسل وشكل وطعم من غير اي الوان صناعية، ومش هنحتاج نستنى عليه كتير او هنشتريه من بره باسعار غالية. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة في مطبخ أم ياسين على قد الإيد هنعمل أحسن كوباية خروب. الخروب مش هنشتريه تاني من بره. احنا أول حاجة بقى جبنا الحلة بتاعتنا وحطيناها على النار، وحطينا عليها كوبايتين سكر أو كمية السكر اللي انتوا عايزينها، محلية ولا مش محلي، أو تيست مثلا تحطي كوباية الأول وعقبال ما تشوفي التحلية بتاعت الخروب بتاعك حلو ولا عايز سكر. براحتك خالص، براحتك خالص. بس علشان نحط الكمية بتاعتنا الكوبايتين السكر علشان يدينا الشكل اللي احنا عايزينه بتاع كوباية الخروب. يعني تبقى محقية، تبقى سمرة شوية علشان البني ده، اللون البني، علشان ما نحطش الوان ولا اي حاجه تضر اولادنا. دلوقتي احنا حاطين الكوبايتين السكر وحطينا كميه الخروب بتاعتنا. انا عندي ربع وشويه كده، وحطيته وقعدت اقلب فيه لحد السكر مسح شويه. بصوا اختلط شويه عن ما حطيناه. الشكل، بصوا الشكل سماي شويه غماء. مع التقليب ما تزهقيش ولا تيأسي، التقليب على طول علشان السكر ما يتحرقش منك ويغير طعم الخروب، كوباية الخروب بتاعك. علشان دي برضو هتعمل كمية، هتعمل يجي كوباية ازازتين 3. يعني ممكن تعملك الحبة دول يعملك 6 تلتار، او يعملولك 4 تلتار خروب. في بقى الخروب المجروش شوية اللي قالب على ناعم، وفي اللي بيبقى حصى شوية، وفي منه الطويل زي ما هو الخروب اللي بيتباع بيتاكل ده. احنا بنجيب الناعم شوية ده على ده علشان يدينا المنظر اللي انتوا شايفينه. وجماعة هو بيغلي على النار وعلى طول مع التقليب. ودلوقتي بسم الله ما شاء الله، بصوا وصل للكراميل اللي احنا عايزينه كده. هنجيب بقى المية بتاعتنا وهنصب يجي لتر مية وهيغلي فيه. بصوا المنظر، بصوا شكل الخروب عسل ازاي. وبصوا السكر بقى مسك في المعلقة، ما فيش حاجة تقلق، كل ده هيسيح مع غليان المية بتاعتنا. وهنقعد نقلب كده يا جماعة ونسيبها بقى لحد ما تسيح لوحدها. ومع الغليان كل ده هيفك. هوريهولكوا دلوقتي. بص فك ازاي، مفيش اي مشاكل، فك خالص اهو من الخروب بتاعه ومن السكر ساح. وبص الشكل تحفة، ولا محتاج الوان صناعية تدوي بيها الكلى بتاعتك ولا اولادك ولا اي حاجة. هنسيبه يغلي غلوتين كده يا جماعة، وهنقفل عليه بقى لحد ما يبرد شوية علشان ياخد اللون الكامل اللي في الخروبة بتاعتنا. وبعد كده هنصفيه. انا عشان ما طولش عليكم في الفيديو صفيته وهو سخن. بسم الله ما شاء الله. بصي تقل كوباية الخروب، مش هحتاج اشتري من بره بالغالي. كل حاجة هو الكيلو الخروب ممكن ب75 او ب85. لو جبتي ربع كيلو هيقعد معاكي يومين. هتعملي ازازتين 4 لتر زي الفل. وبصوا المنظر والطعم والريحة زي العسل، شكل تحفة. وممكن كمان ده انا حطيت عليه لتر مية، هحط عليه لترين مية او 3 مية تاني، وهعمل منه اللي احنا عايزينه. وما تنسوش تدعموا قناة ام ياسين على قد